عمر خريبين موهبة سورية تسير بخطى ثابتة نحو العالمية. عمر بدأ حياته الكروية بين جدران نادي الوحدة الدمشقي، ومنه أعلن عن نفسه نجما باتت الأعين مصوبة نحوه من أندية دول عربية مجاورة. نادي الوحدة ما قصر معي بكل شيء، ساعدني بكل شيء حتى وصلت لهون، والمنتخب كمان ما قصر معي. انت بتعرف اللي بيلعب منتخب يعني بيكون هذا شيء كبير، والحمد لله يمكن لعبت منتخب كان عمري 16 سنة، يعني فضل لله وفضل للكابتن كمان حسام السيد اللي ساعدني بهذا الشيء. مهاجم المنتخب الأولمبي السوري عمر الذي أطفأ شمعته 21 قبل أيام قليلة، لعب في السنتين الأخيرتين محترفا في الدوري العراقي قبل أن تنهال عليه العروض من 3 دول مختلفة هي السعودية والإمارات والكويت. كان جايين 3 عروض من النادي العربي الكويتي وشباب السعودي ونادي الصفرة. كان الخيار الأول هو نادي الشباب السعودي، فهمت ما قلت لك صار هذا الشيء إنه ما قدرت أنتقل مشان الانتقالات، فاضطريت أروح على نادي الصفرة، وكنت يمكن شبه موقع كنت حوقع بالعربي الكويتي. تعرف حكاني الكابتن فراس خطيب وأنا كثير بحترمه، فكنت بتمنى كمان ألعب معه، نحن وصغار بتمنى نلعب مع فراس خطيب، فشفت نادي الإماراتي والدوري الإماراتي أقوى من الدوري الكويتي، فقلت خليني أروح على الدوري الإماراتي. الخريبين رغم صغر سنه إلا أنه يعتبر عنصرا أساسيا في المنتخب الأول لسوريا، وكذلك المنتخب المشارك في بطولة آسيا تحت 23 عاما، فارضا نفسه منذ أكثر من 3 سنوات، وهذا ما قد يزيد الضغوط عليه. أول شيء كان علي شوية ضغط حتى أثبت للمدربين وأثبت للعالم إنه أنا بستحق ألعب أساسي، والحمد لله حتى اللعيبة اللي كانت تلعب كانت تساعدني كثير حتى يعني قدرت ألعب أساسي، ولهلا الحمد لله، وإن شاء الله يا رب على القادم نقدر نقدم شيء لسوريا ولهالبلد يعني العظيم. عمر وبعد رحلة الظفرة يطمح لأن ينتهي به المستقبل في أوروبا حيث كرة القدم التي يرغب، وهو واثق من أن مستواه سيتيح له الفرصة لرحلة جديدة. كان اللعيبة اللي عم شوفه أو اللي كنت بعرفه أنا وعم تلعب هلا حاليا بأوروبا، إن كانوا عرب ولا سوريين، مثلا حبيب مالك وزن، الله يوفقهم يا رب، بس هن ما أحسن مننا نحن إنه كمان نحن نطلع نلعب برا، بس مثل ما قلت لك هن عاشوا بهالبلاد حتى قدروا يلعبوا هنيك، فنحن بنتمنى إن شاء الله من رب العالمين الله يكرمنا هيك عقد إن شاء الله. عمر لم ينسى بلده وناديه الأم الوحدة، يحلم يوما بأن تنتهي الحرب سريعا، عله يلعب في الديار.